في نوع من الحب كده محدش بيعترف بيه ولا حد يحتفل بيه حتى. حب ما بيتقالش، بس حب بيتعيش. انك تدخل كده حياة حد في هدوء، بتراقبه في صمت، تعرف امتى بيضحك وامتى بيزعل، مواعيده ايه، تفاصيله، شكل ضحكته، عينيه وهي فرحانة، كل الحاجات دي. بتحب من بعيد كده من غير ما تطلب ولا تكون موجود. بتحب علشان بس بتحب بس تشوفه وهو مبسوط حتى لو هو مع حد تاني. بتحب تشوفه بيضحك حتى لو بيضحك لحد تاني. بس كده يبقى في صوت جواك بيقول كان ممكن أكون أنا، بس لو أنت كنت شايفني أو على الأقل حاسس بيا. تبدأ حرب صامتة أو باردة. كل ما تخسر كل ما تكسب. بتكسب حاجة من ناحية البني آدم اللي قدامك ده اللي أنت بتحبه في صمت، بس بتخسر حتة جواك وهو كده كده مش حاسس بيك أصلا. النهاردة هنتكلم عن الحب اللي بنعيشه في سكوت، والوجع اللي مش بنعرف نحكيه لحد. كان في بنت اسمها ريم، كانت بتحبه من تاني سنة في الجامعة. ما كانش في حاجة بينه وبينها غير سلام في الممر، ضحكة في الكافيتيريا. بس هي كانت بتتعلق بيه كل مرة أكتر، تحاول تلاقي أي سبب تتكلم معاه، أي لحظة تقرب منه. بس كان دايما بيعدي كأنها هوا. أصحابها قالوا لها انسي ما تعلقيش نفسك، بس هي كانت بتعيش عليه، على حضوره، على صوته، على خيالات كتير بتحصل بس في دماغها. وفي يوم شافته مع واحدة تانية، ايده في ايديها، بتحكوا بصوت عالي، وهي وقفت بعيد وضحكت على نفسها وقالت هو عمره أصلا ما كان ليه، أنا بس اللي كنت بتمناه. من رأيي إنك ما تهربش من مشاعرك، سمي اللي بتحس بيه كده. أنا بحب الشخص ده، أنا معجب بالشخص ده. وسأل نفسك كده، طب الشخص ده ليه مش بيردلي نفس الشعور؟ اسأل نفسك ايه اللي بيخليني متمسك بالشخص ده. على فكرة احنا أوقات بيبقى في صورة في خيالنا لشخص هي أصلا مش موجودة. وخليك عارف ان انت مش ناقص عشان حد مثلا ما حبكش، لا عادي، ممكن ما يبقاش شخص مناسب بس مش اكتر. وانت اصلا تستحق ان حد يحبك. ومتهيألي يعني لو واجهت بنيتك فعلا تكون صادق مع نفسك، مش علشان تكسب، عشان بس تتحرر، فواجه. ولو قررت ما تواجهش وتمشي، ده مش جبن ابدا، ده اوقات بيكون احترام لنفسك وللمساحة اللي ما بينكم. فخلاص، لو في الحالتين طلعت خسران وقررت انك خلاص هتمشي، حب نفسك بقى زي ما انت كنت بتحب الشخص ده كده. يعني لو كنت بتخاف عليه، خاف على قلبك. لو بتسهر تفكر فيه، اسهر شوية واهتم بنفسك، ده انت حتى اولى يعني. ارجع ابني في نفسك، وصدق ان الحب الحقيقي هو مش هيتشحت ابدا، ده بالعكس، ده هيجيلك على طبق من دهب. الحب الحقيقي مش مجرد شعور، هو مساحة مشتركة ما بين طرفين بيختاروا بعض، مش طرف واحد بيشيل كل حاجة لوحده. لو بتحب من طرف واحد، افتكر انت مش ضعيف، انت انسان عارف يحب، وده في حد ذاته قوة. بس كمان ما تنساش تحب نفسك، لانك اول شخص محتاج حبك ده. وده كان بودكاست قبل النوم. لو قلبك اتوجع وانت بتسمع، صدقني مش لوحدك. شارك الحلقة مع حد يمكن عنده نفس الإحساس. استنيني في الحلقة الجاية بحكاية جديدة نقفل بيها يومنا وبنفتح بيها أبواب للراحة. تصبح على خير، وسلام من كل القلب.